صلوا يا جماعة الخير فلا تهجر المسجد وخلك ورا المحراب، ترى روضة المسجد لها منزل عالي. الله يرحم عبد الله بن شائك رحمة واسعة. جاري الجديد ما صلى، طافيت النار، عطاك الله حق الجيرة 30 يوم، ثم بعدها والله لحرق الجرس. خلونا ندور ما عند الله. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. يا الرب عذرني ظلمت الرجال، آثر جاري سابقني للمسجد. ظلمات الجار سامحنا بس. أنكم تبون الجنة لكم يعتيبها، والله أنا مخاش فيكم فيها بإذن الله إن الله شاء. يا ابن حاصل عنا بحنا ما ندري ندخل الجنة ولا ما ندخلها. بعدين انتم يوم طير ما سدكم الدنيا اشغلتونا حتى كل شيء حتى في الدين. شفت أنت يا بربية والله إنك في الجنة بإذن الله إن الله شاء. بلا حساب ولا عقاب ان شاء الله. ما نزكي، لا تزكي على الله، ولا نزكي على الله إن شاء الله. إنك من أهل الجنة. شايفني نبي مرسل؟ والله عندي من البلاوي ما قام وقعد، مر الله يعافي عنا. الله الوجه السمح ذا إن شاء الله إنه من الجنة. هي زقنك زقنا هي ولد مسنا. ولا ارتبط معك الله يرضى. ولد انا عزمك على الشباب وتقول لا ترتبط معي ولا ارتبط معك؟ طيري عندك غير العلوم هذه؟ لا جاء الشباب واعترض الشباب، بعزمك انت جاري، عازم خطيب وخالد بيفطرون عندي. خالد وبا خطيب طال عمرك. كل عتيبي كل شوي تعازم لي فطور ولا غدا ولا عشاء، انا بفطر في بيتي واتعشى في بيتي واتغدى في بيتي. من بدايتها كذا من النظام. بدايتها هي نظام امريكي يا حبيبي. اذا تقهوينا نبي نتقهوى هنا في كافي في الزاويه ونتقهوينا فيه واخذت علومك، غيره ما عندي. وليش انت جاري؟ جار وسلام وعليكم السلام بس. يعني ما نرتبط في العزايم؟ لا ترتبط ولا ارتبط ولا تشرح علي مره، لا تشرح علي. غير عندك شيء؟ ما عندي شيء والله الظاهر انك مغلوب على امرك. مغلوب على امري وملعون جدي في بعد. هذا ولد ابوي. هذا والله الزعتر البري اللي ريحته تشق الراس يا اخواني واخواتي. تخيلوا هالزعتر له معنى، هو وزيت زيتون نخبة الجوف والله أكثر من 4 سنوات. رحنا لمزارعهم في بسيط الجوف. هالمنتجين والله إني أزكيهم وأنا راسي مرفوع، لهم أكثر من 4 سنوات والله ما طلعوا من مطبخ الوالدة. هذا زيت زيتون نخبة الجوف، عصره هو على البارد. هذا الزيت حاصل لمدة 5 سنوات متتالية على المركز الأول كأقل نسبة حموضة. يا سلام. أنت إنسان صحي ما تحب تستخدم في بيتك الزيوت المهدرجة وتخاف على صحة أهلك. أنت إنسان عندك كبار سن في البيت. أنت إنسان عندك مصابين بمرض السكر الله يعافينا ولا يبتلينا. هذا زيت الزيتون اسألوا من جربه في بيته، واسألوا من عنده ناس مصابين بمرض السكر ولا يرفع عليهم السكر أبدا. يا جماعة هالناس الطيبين حاصلين على المركز الأول لمدة 5 سنوات متتالية كأقل نسبة حموضة على مستوى المملكة. متخيلين؟ زيت الزيتون والزعتر البري عندهم على ضمانة بربية. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مسوين تخفيضات ما عمرها صارت. عندك جوالين زيت الزيتون، اختار الحجم اللي يناسبك وعليه تخفيض كبير، وكذلك الزعتر البري. يا جماعة والله انها ما تخلى من سفرة الوالدة والوالد كل صلاة فجر. الناس اللي يفطرون باستمرار كل صلاة فجر هالمنتجات لا تفوتكم. صبحك الله بالخير يا غازي. بعدي والله بولد ذايب اللي مجهز الفطور بعد صلاة الفجر. يا مرحب يا مرحب. الطيبة كلها مرحبا يا ابن مشي، يا ابو مرحبا يا ابو خطيب. الله هذا فطور مطبوخ في البيت؟ اي مطبوخ في البيت. ايش رايك اجل بعزمك انت واللحيه الغانمه ذا واقول جيبوا من البقاله؟ انت كيف تقول من المدام قبل الفجر؟ ايش المشكله؟ كيف ايش المشكله؟ ماكينه يجي فوق ولا غساله تقوم الفجر؟ اصلا هي يمكن ما نامت دارين عندها فطور. اصلك بالله؟ ايه دحين هي طبخت في النار؟ اي طبخت في النار. ايش المشكله؟ يا راجل حلال اهلها وابوي قوم قال لها قوم اطبخي، انا مخلف لك 10 عيال ليه انا اطبخ في الصباح؟ انقرستاش يروح ابو زيد يجيب لك الفوال. ابو زيد ليش ما تروح مع صباح ربي عشان انا اطبخ؟ قلطنا يا ابو ربيع بعدين ناخذ علوم الحضرمي ذا.
اقلط حياك. هذا من جد طبخ ولا تمزح؟ ايوه دحين في النار انطبخ؟ ايوه انطبخ في النار. اتق الله في الحرمه تقوم مع صباح ربي. انت امك لو قوم ابوها صلاه الفجر قال سوي الفطر. زلزال عظيم يجي وانا ابوي الطيب ايش احنا ما نرتاح نطبخ في الظهر نطبخ في الليل نطبخ فجر تو الناس تو كذا اديك ما صحي خلي تطبخ في النار. اتق الله في الحرمه. اقلط حياك الله. اقلط الله يصلح. لا تقوم القيامه عندنا لا امي قامه قبل المسيح الدجال الله لا يبعدوا عننا. نورت الليالي يا ضيفي نورت الليالي تميمي ما بين المحاني تميمي ما بين المحاني يا هاجسي رد يا احمر العين رد. هلا شلونك ابو تميم؟ طيب هلا ابو ربيع يا مرحبا. في علم انا بقوله لك. انت وين؟ انا والله عارف الشارع عند باب الشارع جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. تراك رب وسر في الشارع جالس. وش تسوي في الشارع؟ سبب كم طال عمرك؟ من سببي انا؟ اي والله سببك. تعالوا عنك تعال. طيب انا ولد ابوي. حولي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لك اليوم الصباح ما قلت لك ما نبي عزايم لا فطور ولا غدا ولا عشاء. وانت قويت على الكف في الزاويه هنا. اليوم قايل لك في مواجيب لك ولاهلك نخلص منها ذم ما عاد في عزايم. المواجيب اللي تقول انا خلتني هنا ساعه كل ما مر يدقوا لي السلام عليكم يدروني مطرود من البيت. والله العظيم. خلاص بس هذه المواجيب لك ولاهلك ثم بعدين نقفل البيبان. قفلوا ابواب المشاري. بكره يا ابو تميم مباراه انا اسميها مهر البطوله والمباراه الاقوى هالموسم في الدوري السعودي الكلاسيكو بين نادي الشعب العميد والعالمي. العالمي الهلال لو سمحت. يا دنيا خلاص انتم العالمي احنا فارس نجد عشان نعطيك على قد عقلك. تبي تحضر في منصه ذهبيه سلام وتركب درجه اولى طيران لين توقع في جده وضيافه عندي في البيت. والله وجهك بس بشرط واحد. تشجع معنا النصر. معصي والله حامض على بوزك على قولتهم. صح يا ناس. تبى تشجع النصر معنا؟ تذكرة ذهبية ومباراة قوية تتفرج فيها وتستمتع. شجعته خلاص بكيفك. دقيقة وش بكيفك؟ دقيقة والعرض وين راح؟ الكلام واضح. تبي تشجع النصر معنا؟ المسجد قام بنروح نصلي. ايه بسجل بدام في تذكرة ذهبية وطيران وذا بسجل. شكرا. تشجع النصر. اصفرين كلهم نفس الشيء وكلهم متصدرين وكلهم ما بينهم شيء بشجع. تشجع النصر. ايه والله يا اخوي عمر في ستاربكس. طيب تعال لي عندي عرض لك يحب قلبك. شحمة على السبت. انا باخذ قهوه طلبت قهوه كيك تكلمون اللي خاطرك تحبه. تعال في عرض انا مسكت. عرض الجيم ما عمره مر عليك. هذا شرط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بشويش الرصيف بس. هلا والله يا ابو ربيع. العرض وشنو يا ابو ربيع؟ العرض سلمك الله. بكره مباراة الكلاسيكو والاتحاد والنصر وتحديد يعني نقول 90% اللي بيفوز فيها بياخذ الدوري. منصة ذهبية. بيض الله وجهك. 60,000 متفرج. ملعب الجوهر واحد من أجمل الملاعب على مستوى آسيا. تذكرة طيران درجة أولى. بيض الله وجهك. بس بشرط تشجع النصر. علي الحرام بشجع النصر. طلاق. تعرف لو يعطوني 15 مليون يقول هذه هدية 15
15 مليون اشجع النصر والله ما شجع. يا اخي ايش دخلك انت هلالي؟ والله ما شجع. المباراة ضد الاتحاد. والله ما شجع، انا اشجع الاتحاد، انا اشجع الاتحاد والله العظيم اني ما اشجع النصر. كيفك خلاص ما تبي الله يستر عليك. الله لا يحدني عليك ولا على فلوسك، انت يا معي خلاص ما اعطيك شيء، خلاص اطلع الحين تذكره وادخل احجز الحين طيران واروح جده اطلع تذكره. ما عاد في تذاكر والله لا اطلع لهم تحت الارض يطلعونها لي الريجي الحين اطلع. ما في حجوزات طيران. حجز الطيران والله اطلعها الحين ودرجه اولى تلقاني قدامك ان شاء الله. انا ولد ابوي كيفك يا معي يا ما مجاني احسن من انك تدفع فلوس واجد بكيفك. والله العلي العظيم لا اطلعها الحين، اهم شيء شجع الاتحاد ضدكم. بكيفك من اللي بيروح معك؟ من علمني اللي بيروح مالك شغل. مالي شغل؟ مالك شغل. بكره تلقاني قدامك هناك والله تلقاني والله ان شاء الله قدامك ولابس شارع الاتحاد. انا ولد ابوي متعصب هلالي من الدرجة الأولى. يا معي يا ودي يا تشجع النصر ما تشجع النصر يا أخي ما بيها ولا فكرت فيها. أنا ما قلت لك شجع الهلال. أنا ما قلت النصر المباراة مو ضد الهلال. مالي دخل، انا اشجع الاتحاد، اهم شيء اني ما اشجع النصر. هذا حبيب ربيع. تندح الخضرة وشلونك طيب؟ هلا بالحويه. في عرض مغري وأنا واقف قدام باب الشقة. تعال انزل شقة من؟ فالسكن اللي انت ساكن فيه. تعال انزل ابيك. الحين انت تحت؟ اي تحت في عرض مغري. عرض مغري يا ابو ذيب انزل. يلا جاي. ارحبوا تراحيب السيل، ارحب تراحيب شهران العريضه من بيشة الفيحاء الى بيت. وسبعة انعام. ابتسامتك هذه وراء علوم طيبه. بكره الكلاسيكو والنصر والاتحاد ومباراة مهم. ايه هدي ترى عارفين كلاسيكو والله كلاسيكو السعوديه الهلال والاتحاد. طيب خلاص تو طلع لكم ريش يا غازي. ما في مشكلة. انت بتحضر المباراة في تذكرة منصة ذهبية وطيران درجة أولى. تبي ولا ما تبي؟ اي والله ابغى. وتتقهوى عند ابو ربيع العصر. اي والله تبغى. معك التذكرة الحين. بس بشرط وش الشرط؟ تشجع النصر. اها والله انا قدرت ما تجيبها في سداد يا ابو ربيع. تبي خصمنا وغريب من التقليد النصر، تبغاني اروح اشجع؟ ما عمرها صارت. تبي ولا ما تبي؟ تذكرة معك؟ معي التذكرة وحاجز لك طيران وكل شيء. يلا العشاء علي انا دام التذكرة عندك مشينا. بسم الله.